حد حابب ان هو يجي على المغرب تعالى تعارك معايا، يا مراحب ويا الف مراحب. انا معاك في اي سكة تروحها هتلاقيني معاك. دلوقتي يا جماعة المغرب بتسرق عيني عينك، المغرب بتسرق عيني عينك، المغرب الناس بتفكر ازاي تظلمها، بتفكر ازاي تيجي عليها، بتفكر ازاي تخليها لوهلة كده تحس ان المغرب ايه ده. هو هي المغرب هتنجح؟ لا 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 لا. هي المغرب هيتكلموا على ملاعبها؟ لا لا لا، احنا لازم نقف. هي المغرب هيقولوا ان هم عندهم ملاعب واحنا لا، احنا لازم نقف. وبيقفوا وبيعرفوا يقفوا. يعني يا جماعة اللي احنا بنشوفه من المسخرة ديت، ما هي اللي عبث، عبث وعبث كروي. يا جماعة اما بيسرقوا الكلام ده عيني عينك. طب وماذا بعد؟ طب انت خليت ايه بعد كده؟ طب انت عايز ايه بعد كده؟ انت فين؟ انت موجود؟ انت على قيد الحياة؟ طيب انت الجزائر بجلالة قدرها بتسرق الاشغال اللي في ملعب مولاي الحسن. طب احنا يروحوا يدفنوا نفسهم، يروحوا يوقتوا نفسهم مثلا؟ يا جماعة، يا جماعة الواحد كل يوم بيشوف مناظر يعجب عنها الأبدان. والله بجد الواحد كل يوم يعني يعني انتوا دلوقتي عايزين ايه؟ انتوا ما كفكوش المعركة اللي حصلت مع السنغال؟ احنا لسه ما شمناش نفسنا، لسه استئناف فوزي لقجع او المملكة المغربية او الجامعة المغربية، لسه كل ده قيد المراجعة قيد المراجعة قيد المراجعة. طيب احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، الوقت اللي احنا فيه ده، هل الوقت ده مسموح فيه اننا آه نيجي على المغرب؟ الإجابة لأ، الإجابة لأ، ليست مسموح ان احنا نيجي على المغرب. ليه يا جماعة ده؟ والله يا جماعة أنا كل يوم بشوف عبث وعبث كبير. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ايه المسخرة اللي احنا بنعملها دي؟ وليه نعمل في بعض كده؟ وليه ناكل في بعض بالطريقة دي؟ يعني ناس تسرق الملاعب وتقول ده ملاعبها، وتقول ان ده اشغال الملاعب بتاعتهم، ما يكفهمش. يروحوا من الناحية التانية يشوفوا مشكلة السنغال والعركة اللي دايرة بقالها اسبوعين، ويبصوا على انسحاب افريقيا للسيدات. طيب وبعدين؟ طيب وماذا بعد؟ هنروح فين بعد كده؟ هنروح فين بعد كده يا جماعة؟ انا محتاجة حد يرد عليا. المغرب تروح توقت نفسها مثلا؟ يعني انا مش شايفة ان انتوا عادلين على المغرب بالمرة. انا مش شايفة ده يا جماعة. فكروا، فكروا وشوفوا انتوا ليه بتظلموا المغرب. بجد والله، شوفوا انتوا ليه بتيجوا على المغرب. شوفوا انتوا ليه مصممين تشوفوا ان المغرب دي فيها حاجات حلوة وحاجات جميلة، ترجعوا تاني تبقوا عايزين توقعوها. طب شوفوا نفسكم لما المغرب بيفوز ببطولة للفوتوسيل بتطلعوا تعملوا ايه؟ بتطلعوا تاكلوا في نفسكم، بتطلعوا مش طايقين نفسكم، بتطلعوا تخلوا نفسكم يا حول بكم ولا قوة. والله بجد لا حول بكم ولا قوة. انا يا جماعة طالبة منكم طلب، احنا في ايام مفترجة، ادعوا كتير للمغرب، ادعوا كتير للمملكة المغربية، ادعوا كتير
وقفوا جنب المغرب. انا ما عنديش كلام تاني اقوله، انا ما عنديش حاجة تاني اقولها. اللي بقوله ما زلت اقوله وهفضل اقوله. فيا جماعة بالله عليكم شوفوا ايه مشكلتكم وابحثوا عنها. عايزين ملاعب يا عم، طب ما تروح تجيب المهندسين اللي في المغرب مثلا، روح هات المهندسين قولهم تعالوا نفذوا لي ملعب زي الملعب مولاي الحسن، زي الملعب اللي في المغرب، زي الملعب دي. هيبقى اشرف لك عن ما انت تروح وتسرقها. اه والله هيبقى اشرف لك. انما اللي احنا بنشوفه ده بقى كتير، بقى ظلم قهري، بقى ظلم من الظلمات اللي تخليك تحس ان ليه يا جماعة احنا بيحصل فينا كده. والله بجد احنا ليه بيحصل فينا كده؟ احنا ليه بنتعرض التعرض ده؟ انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه. ربنا مع المغرب، ربنا يحمي المغرب، ربنا ينصر المغرب. وطبعا البطولة اللي هتقام كمان 20 يوم دي تقريبا محتاجة الانسحاب فعلا للمغرب، لان المغرب هتظلم من الكاف في هذا البطولة. المغرب هتظلم من الكاف في هذا البطولة. وانا عارف انا بقول لك ايه. بس خلاص بقى، يعني هنعمل ايه اكتر من اللي احنا بنعمله؟ قلنا كتير وعدنا كتير، وقلنا المغرب بيتظلم، وقلنا المغرب بيتحارب، وقلنا المغرب عمال بيقاتل بيقاتل بيقاتل. وبعدين انت شايف ايه؟ انت كده شايف ايه؟ اقول لك انا، روح ادفن نفسك بالحياة. والله بجد، روح ادفن نفسك بالحياة. روح اوقت نفسك.